ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبة وعواشركم مبروك. يدخل عليكم رمضان بالصحة والهنا وبكل متمنيات يا ربي. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. بالنسبة للفيديو ديال اليوم نقترح لكم شباكية اللي ما كتخطى حتى شي مائده مغربيه. ضروري تكون في المائده المغربيه باسهل طريقه غادي توجدوها، وحتى المبتدئات يوجدوها واخا بالعوين بلا حتى شي حاجه. كما كتشوفوا كتجي هشيشه كتذوب في الفم البنات، رائعه. غير جربوها واكيد انكم غادي تدعيو معايا ان شاء الله. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو نتعرفوا على المكونات وعلى طريقه التحضير. بالنسبه للمكونات البنات، عندي هنا كيلو الدقيق. من الاحسن ان تستعملوا الدقيق اللي يكون نوعيه جيده. عندي 100 غرام خليط من زيت الزيتون وزيت المائده، يمكن لكم تستعملوا غير زيت المائده، ما يعادل 1 كاس الا ربع ديال العنبه. عندي 150 غرام ديال ماء الزهر، نوعيه تكون جيده من الاحسن، تقريبا كاس د العنبه. عندي 150 غرام ديال اللوز اللي مطحون، غير صهدته هكا في المقله باش يتطحن لي، يعني ما حمرتوش وطحنوه مزيان. كذلك عندي الزلجلان، 150 غرام من الزلجلان اللي حتى هو صهدته غير واحد شويه وطحنته. عندي معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال نافع مطحون، ومعلقه كبيره ديال القرفه. عندي معلقه صغيره معلقه ديال الملحه اللي دقيت معاها واحد شويه ديال المسكه حره. وبالنسبه للخل البنات ما تستعملوش الخل بزاف، انا عملت هنايا 2 معالق فقط ديال الخل. يمكن لكم تمشيو حتى ل 3 المعالق ماشي مشكل. ما ديروش الخل بزاف باش ما تجيش عاوتاني كتفرتت. بالنسبه للخماره غنستعمل خماره من فئه 7 غرام. وعندي هنايا الماء، عندي 150 غرام ديال الماء، معادل 1 كاس ديال العنبه اللي عملت فيه هنا الزعفران شعره. خليته حتى سخن واحد شويه، يعني غيدفى هو باش غادي نخلط العجين. بالنسبه اللي ما عندوش يمكن لكم تستعملوا هذيك ضامه الزعفران اللي كنستعملوه في الدجاج محمر. وغادي نستعمل الزبده اللي هنايا خليتها غلات على رجعت على شكل نوازيط. ضروري كتعطي واحد المذاق زوين للشباكيه. وواحد ضروري واحد صفر بيضه، راه ما بانتليش في التصوير. ضروري كندير واحد صفر بيضه، اللي ما بغاهاش ممكن يستغنى عليها. وغادي نحك واحد شويه ديال الكوزه، فتا هي اختياريه، غير هي كدير الفرق. كتجي زوينه صراحه الله. ونبداو على بركه الله في الطريقه. كنوضع هنايا الدقيق في واحد القصريه، يعني قلنا كيلو ديال الدقيق يكون نوعيه جيده. كنعمل المكونات الناشفين كاملين، اللوز، الزلجلان، كذلك دوك الزراري، حبه حلاوه والنافع. هنا عملت معلقه كبيره القرفه، وغادي نضيف الملحه والمسكه الحره. ضروري تضيفوا الملحه البنات، فالحلويات ضروري كنضيفوا لهم الملحه باش كيتعدل لنا الذوق. بالنسبه للخميره، انا عملت هنا ساشي ديال الخميرات الحلويات، وكما لاحظتوا ما عملتش الخميرات الخبز. بالنسبه اللي بغى الشباكيه زعما تجي مجعبه بزاف وهذا، فممكن تستعملوا واحد شويه طريقه ديال الخميره ديال المعجونه. انا تفاديتها صراحه الله، لان يدي بوحدي ما عنديش زعما العوين، خفتها لا تخمر لي بزاف. بالنسبه اللي بغى يضيفها ضيفوا غير طريقه قد العدس، هكا قد حبه العدس صافي. كنجمع المكونات كاملين كما شفتوا، كنحاول انني نبسبسهم هكا يعني حتى كيندمجوا، وكنعاود نغربلهم في واحد القصريه على هذا الشكل هذا. يعني نعاود نغربل كل شيء، ولا بقات لي شي حاجه هكا في الطحين كنعاود عاوتاني نطحنها. فضروري هاد العمليه البنات تغربلوا الدقيق ديالكم، لانها نتوما كما شفتوا شوفوا شحال ديال هكا الحبيبات كيشيطوا لي اللوز ديال حبه حلاوه والنافع. فهادوك راهم كيقطعوا لنا العجينه وكيستعصى علينا اننا نطلقوا العجين ديالنا. صافي كنضيف المكونات الاخرين اللي بقاو عندي، كما قلت لكم الزعفران اللي ذوبته في الماء، وكذلك الخل، المسكه، عفوا ماء زهر. كنضيف المكونات كاملين، وصفر بيضه كتبقى اختياريه. بالنسبه اللي ما بغاش يضيف صفر بيضه فممكن انه يستغنى عليها، غير هي صراحه كدير الفرق وكتجيب العجين هشيش.
كنبقى نجمع المكونات ديالي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، فما كندلكها ما حتى شي حاجه، يعني كنجمعها بحال هكا حتى كيندمج لي العجين كامل. البنات العجينه خصها تكون قاصحه، ما تحاولوش انكم زعما تضيفوا الماء بزاف، يعني ديروا هادشي اللي قلت لكم، يعني هاد المكونات كاملين وإلا بان لكم بانها قاصحه بزاف انا زدت هنا 2 معالق فقط. المقادير اللي عطيتكم هما هادوك راهم مضبوطين، غير حاولوا انكم تجمعوا العجين وما تجريوش العجينه. الا جريتوا العجينه حتى فاش كتجيو تشبكوها كتسخف العجينه وما كتجيش الوريضه هي هذيك، وكتجي قاصحه حتى في العضه ديالها كتجي قاصحه. صافي هنايا من بعد ما كنجمع العجينه ديالي كما شفتوا راه ما دلكتها ما حتى شي حاجه، فقط جمعتها. ها نتوما يعني واخا تبان لكم بانها ما منسجماش ولا شي حاجه، فاحنا مازالين غادي ندلكوها وغادي نطلقوها. هنا غادي نقطعها على 6 قطع، يمكن تقطعوها غير 5، المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار. هانتوما كيف ما كتشوفوا ضروري البنات نعملوا هادشي كامل في بلاستيك غذائي. علاش؟ لانه الا نشف لنا العجينه وهذا فكتقرمش وكتجي ما صعيبه اننا نطلقوها، كدير لنا ديك القشره. من الاحسن البنات ما تحيدوش البلاستيك نهائيا من حداكم. كناخذ واحد الطرف من هذوك القطع اللي درت وكنطويهم على شكل رغيفه او مسمنه كيف ما كتشوفوا، وكذلك كنوضعها في واحد البلاستيكه وحده اخرى على هذا الشكل هذا، وكنسد مزيان باش ما يضربها لياش الريح. ردوا البال من هذه المساله، ضروري ترجعوا العجين للبلاستيك. صافي وكنبقى نطلق كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا على شكل رغيفه. صافي وكنعملها في البلاستيك كما قلت لكم باش ما تنشف لناش العجينه. هنا من بعد ما كنطلقهم كاملين على هذا الشكل هذا كما قلت لكم كنديرهم على شكل رغيفه، كنولي نجبد هذوك دوك المربعات اللي كنت طلقتهم كما شفتوا، وكنولي نقطعهم عاود على 3 كيف ما كتشوفوا، يعني اشرطه باش منين نطلقهم انا غادي نطلقهم في الماكينه يجيوني ساهلين. بالنسبه اللي بغى يخليهم هكاك فكيبقى لكم الاختيار، انا غير باش نسهل عليا الخدمه، والطريف اللي جبدته هو اللي نخدم به باش ما كما قلت لكم ما تيبسليش العجينه. صافي كنبقى نطلق على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا غير واحد شويه. صافي وكنقسمها على 3 ونوضعها كذلك في البلاستيك، يعني ضروري البلاستيك البنات. هنايا غادي نحتاج هاد القطعه، يمكن لكم تستعملوا حتى ديك القطعه اللي دايره بحال الجراره، راها فيها حتى هي كتقطع مزيان. انا استعملت هذه غناخذ بها غير العبار صراحه الله ما كتقطعش مزيان، يعني باش يجيوني متساويين. انا غنطلقها واحد شويه وغادي نديرها في الماكينه. انا درتها في النمره 3، كل واحد على حسب الماكينه ديالو. كاين اللي كيديرها على كتبدا عنده من يعني النمره الصغيره هي الكبيره، وكاين اللي كتبدا عنده من الصغيره، كل واحد وكيفاش. المهم انا خرجتها في النمره 3. كنحاول نطراسي بهذا العبار هذا باش يجيوني قد يعني الاشرطه قد. انا بالنسبه لهذا المول هذا او لهذا الكونتر بياس هذه فيها دوك 4 ديال الاشرطه في الوسط، يعني واخا كنطراسي بها راه كنعاود بالجراره لان صراحه ما كتقطعش. هانتوما كما كتشوفوا يعني كنقطع 4 الاشرطه في الوسط على هذا الشكل هذا. هانتوما كما كتشوفوا انا نوريكم بالعرض البطيء كيفاش كنشبك. كندير 2 على 2 والثالث كنديرو على دوك الاولين كيوليو عندي 3 هنا و2 هنا. كنجمع هاد 2 كيف ما كتشوفوا وكنحاول نلصق هنا مزيان باش ما تفتحليش هذيك الوريضه ديالي، وكنوضعها هكا في سطح العمل وكنحاول نقرص في الجوانب. صافي وكنقاد الوريضه ديالي على هذا الشكل هذا. الصراحه هذه اسهل تشبيكه انا كتجيني. صراحه كاينين بزاف ديال التشبيكات ولكن انا حاولت نشارك معكم هذه النيت اللي عملت كتجي سهله. ها نتوما كنعمل كما قلت لكم 2 على 2. الثالث اللي بقى لي كنعملو يعني في هذاك الاولين كيوليو عندي 3 هنا و2 هنا. ها نتوما كيف ما كتشوفوا كنجيب هاد 2 ديال الجنيوحات وكنحاول نقرصهم مزيان كما كتشوفوا. العجينه راه عندي قاصحه يا البنات وكتساعدني في الخدمه وكتبقى الورده ثابته ما كتلوى ما حتى شي حاجه. صافي وكنوضع نعاود معكم الثالثه كنوضع 2 على 2 حيتاش عندي 4 الاشرطه في الوسط.
وهذا الثالث هو اللي كنعملو كنرجعو لهادوك الاولين، كيوليو عندي 3 هنا و2 هنا صافي. وكنقرص هاد الودينات كل واحد شنو كيسميهم، المهم ودينات جنيحات بحال صافي. وكنحاول انني نخشي يدي هنا وكنقرص ونحاول نقاد الوريضه ديالي. هانتوما وريضه كتجي رائعه وسهله جدا. صافي هنا ملي كنسالي الشباك ديالي كامل كما كتشوفوا كيبس، كنبدا باول وحده شبكت، يعني كتكون يبسات هي اللي كنبدا بها. كنسخن الزيت، يعني الزيت كنديرها على عافيه يعني تسخن مزيان. ضروري البنات ان الشباكيه ديالكم تكون نشفات، يعني باش ما كديفورماش في القلي. كما قلت لكم هنايا غادي نسخن الزيت مزيان. ملي غتسخن ليا الزيت غنقص عليها العافيه صافي، وكنوضع الشباكيه ديالي اللي ديجا نشفت، يعني كنبدا بالاولى اللي خدمت اولا الاولى اللي شبكت صافي. كنوضعها هنا في الزيت، ولكن ضروري كنبقى نقلب كون دابا ساعه بالفرشيطه، ضروري باش كتاخذ لينون واحد ماشي وحده كتخطف لنا. وسيرتو هاد القليه الاولى كتبقى تخطف في الطياب، يعني ردوا معاها البال، بقاو بحال هكا كتقلبوا هكا بالفرشيطه وهذاك الشيء حتى ياخذوا لون واحد، يعني ماشي وحده كتجي محمره وحده لا. صافي هنايا من بعد ما كتحمر كنهزها هكا بواحد المصفات هكا اللي كتصفي لنا الزيت. وضروري البنات اللي غتهزوا بها الزيت ماشي هي اللي غتهزوا بها العسل، يعني ضروري خصهم يكونوا عندكم 2 ديال المغارف هكا، شفتوا يعني 2 ديال المغارف. صافي كنوضعها في العسل اللي غنخليه لكم في صندوق الوصف، راه كيجي رائع على هذا الشكل هذا. صافي حتى كتعسل مزيان كما كتشوفوا راه كتجي كامله ما شاء الله. وصافي يعني ما كنخليهاش مده طويله، كما قلت لكم ضروري تستعملوا 2 ديال هذا باش ماشي تغطسوا هذيك ديال الزيت في العسل. وها هي الشباكه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه. صراحه نتوما كما شفتوا يعني مراحل ساهلين وبساطين، واي وحده ممكن انها تحضرها هكا لوليداتها وتفرح وليداتها في هذا رمضان بالشباكيه. كتجي زوينه. وضروري حنا المغاربه ما يمكنش ما تكونش الشباكيه اولا الحلوه الشباكيه في المائده المغربيه. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف مقرمشه، وكذلك فتيه كتذوب في الفم البنات، وشابره العسل. يعني العسل اللي كنت حضرت معاكم ان شاء الله غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي فتيه كتذوب في الفم ذوبان البنات. كنشكركم بزاف اللي وصل حتى لهذا الجزء من الفيديو، وتهلاو في راسكم وعواشركم بروكا دخل عليكم بالصحه والهنا وبكل متمنيات يا رب. والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه ورمضان كريم.